مصر بتتعادل بهدف صلاح مع غينيا بيساو. صلي على النبي واعمل اشتراك وتعالى اقول لك بداية غريبة من منتخب مصر في المباراة الرسمية التانية لحسام حسن. حسام حسن المرة دي بدأ بتشكيلة مختلفة عن المباراة اللي فاتت. بدأ بطريقة 4-2-3-1. لعب حسام حسن بثلاثة في نص الملعب، عطية وحمدي وزيزو. وزيزو كان أقرب لمركز رقم 10، والمركز ده خلاك تفقد زيزو في الملعب، مع إن كان عندك إمام بره جاهز وناصر ماهر اللي لما نزلتهم في الشوط التاني عملوا فرق كبير. امام حرك اللعب لقدام، وناصر ماهر في ال5 دقايق اللي لعبهم قدر يعمل لك خطورة في الملعب، وكان ممكن نجيب هدف الفوز. بس انا اتمنى نرجع للتشكيلة القديمة اللي هي 3-5-2. كانت مدية حرية كبيرة للهجوم. هو كان فيها مشاكل دفاعية، بس لو بصينا الطريقتين فيها مشاكل دفاعية، بس طريقة 3-5-2 كانت مدية حرية كبيرة في الهجوم، خلتك تظهر على الاقل هجوميا احسن. ممكن تقول لي رأيك في التعليقات.